واحنا هنقعد نحرق دمنا ليه من كل واحد سوري ولا واحد خليجي يطلع يتريق على الجيش المصري، ولا كل واحد خليجي يطلع يقلل من الصناعه المصريه؟ دول مجرد اشخاص لا يمثلوا شعوبهم في المقام الاول، ولكن سكه ودغري كل اللي بيحصل ده مؤامره على مصر. وانا مؤمن جدا بوجود حاجه اسمها نظريه المؤامره. يا عم انت كل ما تتكلم تقول مصر فلقتنا بمصر، ايوه هي مصر، كل اللي بيحصل ده عشان مصر. والدليل على كلامي شوف منصه اكس لما ظهر فيها الموقع الجغرافي بتاع الاكونتات الوهميه، مصر رقم واحد على المنصه دي اللي كان ضدها حروب الكترونيه وصفحات موثقه وذباب الكتروني شغال 24 ساعه بس على مصر. الواحد لما يقول لك نظريه مؤامره تقول له هي مصر مين دي يا عم اللي هنتامر عليها؟ مصر مين اللي جيشها بيصنع مكرونه وبيبيع خضار؟ الجيش ده اللي مفيش زيه ولا في دوله زي مصر واقفه ضد مخططات الشر في العالم. واللي مش عاجبه الكلام عندك بحار ومحيطات وانهار اشرب من اي حاجه تعجبك. لكن مصر دلوقتي هي رقم واحد في الصناعه والسياحه، والمركز الاقليمي للطاقه في الشرق الاوسط هيبقى في مصر، لان خلاص انت بقيت بتاخد عقود ويجي لك غاز من كل حته عشان خاطر تسيله عندك، لان انت مركز الشرق الاوسط اللي بيربط اوروبا بافريقيا باسيا. هنعمل ايه؟ هو موقعنا الجغرافي اللي جايب لنا الكوارث دي كلها. فنبقى رجاله كده ونكون قدها وما نسمعش لاي حد من بره، يا اما هتمشي ورا الناس اللي بره بقى وتقعد تخرب وتقعد تشتكي من الحياه. وارجع واقول تاني، السوريين او الشعوب الخليجيه اللي بتطلع تهاجم مصر ممكن يكون منهم ذباب الكتروني وممكن يكون منهم اشخاص لا يمثلوا الا نفسهم. ربنا يحفظ مصر لان هي فعلا محور الكون.